اقوى مضاد انتي اندروجين باعراض جانبيه مقبوله وهو البيكالتومايد اللي هكلمك عنه في الفيديو ده دلوقتي، وليه ممكن يكون خيار كويس لعلاج حاجه زي الصلع الوراثي وخاصه لدى السيدات او الفيميل باترن هير لوس. اول حاجه البيكالتومايد مش دواء جديد، هو موجود ومصرح لعلاج حاجه زي سرطان البروستاتا بسبب ان هو مضاد لمستقبل الاندروجين وبيتصنف على حاجه اسمها نون ستيرويدال انتي اندروجين، وبيتم استخدامه بجرعات 150 مللي جرام يوميا لعلاج سرطان البروستاتا. بس في دراسات جديده بتشوف دوره في نمو الشعر او علاج حاجه زي الفيميل باترن هير لوس. يعني مثلا كان في دراسه اتعملت في عام 2020 كانت على 316 ست كان بيتم استخدام بيكالتومايد بجرعه 10 مللي جرام بصوره يوميه، والجرعات راحت ما بين 5 ل 50 مللي جرام في الدراسه دي. متوسط اعمار الناس في الدراسه دي كانت 49 سنه، واعمارهم كانت بتتراوح ما بين 15 ل 85 سنه. وفي الدراسه دي غالبا البيكالتومايد كان بيتم استخدامه مع المينوكسيديل الفموي 308 شخص، والسبايرونولاكتون برضو كان بيتم استخدامه في 172 شخص. 6 بس كانوا بيستخدموا البيكالتومايد كمونوثيرابي او بصوره لوحده. الاعراض الجانبيه اللي لاحظوها في الدراسه دي هو ارتفاع الليفر ترانز امينيز في 9 اشخاص بس، يعني نسبه ان العرض ده يجي لك حوالي 2.85 لو انت قسمتي مثلا 9 على 316 اللي هو التوتال الستات اللي شاركوا في التجربه، فنسبه قليله جدا اقل من 3%. وبيحددوا ان الارتفاع كان مايل لو هو اقل من ضعف الريفرنس رينج، وارتفاع انزيمات الكبد ده ريزولفد لوحده او ان هو اتحل لوحده مع الاستمرار على استخدام الدواء. وفي نسبه من الاشخاص كانوا محتاجين ان هم يقللوا الجرعه، واول ما قللوها فالارتفاع ده اتحل. الاعراض الجانبيه برضو اللي ظهرت من البيكالتومايد في الدراسه دي كانت البريفرال اديما او حاجه زي احتباس السوائل ومشاكل في المعده. فاوفر اول البيكالتومايد في الدراسه دي كانت نسبه الاعراض الجانبيه بتاعته قليله، ممكن انت تتحكمي فيها بتقليل الجرعه او بالتوقف عن الدواء، وبرده كان في نتيجه مبهره جدا في استخدام البيكالتومايد. في دراسه برده ثانيه اتعملت في عام 2020 كانت بتبص على 44 ست بتستخدم البيكالتومايد بجرعات اعلى شويه من 25 ل 50 مللي جرام، وكانت اعمارهم بتتراوح ما بين 20 ل 59، ومتوسط الاعمار كده هيبقى 34 و8 سنه او 34.8. وفي الدراسه ديت حجتهم ان هم استخدموا جرعات اعلى ان هو كده كده اصلا البيكالتومايد بيتم استخدامه في السيدات لعلاج حاجه زي الهيريتيزم، فيعتبر ان احنا عندنا دلاله لنسبه الاعراض الجانبيه اللي بتحصل. الاعراض الجانبيه اللي شافوها في الدراسه دي مشابه للدراسه الاولانيه، ارتفاع الليفر انزيمز في 5 من 44 ست، يعني نسبه ارتفاع انزيمات الكبد كانت 11 عكس مثلا الدراسه الثانيه اللي كانت اقل من 3. وده مثلا يبين لك اهميه السامبل سايز او حجم العينه، يعني كل ما العينه كانت اكبر كانت نسبه الاعراض الجانبيه كانت اقل. بس المثير في الموضوع ده ان الخمس اشخاص دول الارتفاع في انزيمات الكبد راح لوحده من غير حتى تقليل الجرعه، فما كانش فيه اي داعي لتقليل الجرعه. كان في اعراض جانبيه زي التساقط اللي حصل في بدايه الاستخدام، الامنوريه، مشاكل مثلا في الدوره الشهريه، الصداع، وحصل برضو تضخم في بطانه الرحم. وفي الدراسه ديت ما احتاجوش ان هم يبطلوا الدواء لاي شخص مشارك في التجربه دي. وبرضو مشابه للدراسه اللي قلت لك عليها في الاول، قالوا ان البيكالتومايد فعال لعلاج الصلع النسائي بفرصه اعراض جانبيه قليله. في برضو دراسه كانت بتبص على تاثير البيكالتومايد في تقليل الشعرانيه من استخدام المينوكسيديل الفموي، وفي دكاتره كتيره دلوقتي بقت بتستخدم البيكالتومايد مع المينوكسيديل كاروتين بسبب ان البيكالتومايد يعتبر مضاد اندروجين، وبرضه بيقلل الشعرانيه او زياده الشعر في اماكن غير مرغوب فيها بعد استخدام المينوكسيديل، وبرضه بيحسن نتائج المينوكسيديل حتى لو انت هتستخدميه بصوره فمويه. فاستخدام البيكالتومايد معاه بيتيح ان انت تزودي الجرعه شويه بدون زياده فرصه الهيريتيزم او الشعرانيه. طبعا اللي ممكن يمنع استخدام حاجه زي البيكالتومايد هو ان الدراسات عليه قليله، سعره مثلا مكلف شويه مقارنه بانتي اندروجين زي السبايرونولاكتون او حتى السيبروترون اسيتيت او حتى الفيناسترايد. يعني مثلا الكاسودكس على حد علمي او حد ما انا فاكر الاسعار بحوالي 720 جنيه مصري، فممكن يكون مكلف لبعض الستات، ممكن يكون لبعض الستات تانية رخيص، الله اعلم يعني. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبك، لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو حابين استشاره او متابعه الكترونيه فهتلاقوا اللينك في الديسكربشن. بس كده اشوفكم في الفيديوهات الجايه.